انا معايا في ايدي دلوقتي 5 كيلو صوديوم وهرميهم في حمام السباحه اللي ورايا، وحصلت اغرب نتيجه انا متاكد ان انتم مش هتتوقعوها. وعشان نتخلص من نتيجه اللي حصل ده استخدمنا ربع طن جاف. انتوا فاكرين حصل ايه في حمام السباحه لما رميت كيلو بس؟ احنا النهارده ميه حمام السباحه هنحط عليها ما ينفعش ونجرب نحولها كلها للون البنفسجي الدموي عن طريق 5 كيلو صوديوم. ايه الراجل ده؟ دي نفس الكميه اللي رميناها في حمام السباحه المره اللي فاتت. كله يبعد كله يبعد كله يجري. جاهزين؟ 3 2 1. كده ضعفوا الكميه، الكميه اكبر المره دي. 3 2 1. اجري يالا. متاكدين عايزين تعملوا ده؟ يلا الحته دي انا عايزها كمان كلها تحمر. انا مش عارف عمرو، مش لازم انت تصور. 3 2 1. لسه محدش يقرب. في نار في نار. محدش يقرب. لسه في حاجات لسه بتفرقع. انت بتضحك عليها يا شوبير. التجربه الحقيقيه بقى، الصوديوم ده لعب عيال، ده بقى دم. هو ده اللون اللي احنا عايزينه. جت اهم لحظه في الحلقه، احنا والشباب ربع طن من التلج الجاف او الدراي ايس هنحاول ان احنا نعادل الميه دي. يلا يا شباب مع العد، جاهزين؟ كله يبص لرجله. 3 2 1. خلي بالكوا ووو، احنا فوق السحابه. خلي بالك لرجلك، خلي بالك يا عمرو. ارجع خطوه كده. اقف. احنا في السحابه، احنا فوق السحاب. المنظر عالمي. ربع طن من التلج الجاف بيرجعوا حمام سباحه تاني بعد ما اتقلب لونه دم. ودي كانت واحده من اجمل واكبر التجارب اللي عملناها النهارده. اهم حاجه ما تنسوش ان مفيش امتع من العلوم في شارع العلوم، واستمتعوا بالمنظر.